سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم باذن الله في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم كيف العاده على قناتي وقناتكم قناه ما يفيدك سيداتي مع ايمان. كيف كتشوفوا معايا البنات، اليوم جبت لكم اقتراح ديال الكيكه كتجي خفيفه هشيشه من اروع ما يكون، اقتصاديه، بيضه واحده فقط وفي المقلاة بدون فرن. كتجي رائعه، الخفه والطراوه والهشاشه ديال هاد الكيكه هذه كتجي ولا اروع. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم وتولي ان شاء الله معتمده عندكم. خفه زربا توجدوها وكتجي رائعه. تابعوا معي الفيديو الاخر باش تعرفوا على المقادير وكيفيه التحضير. ما تنساوش اللايك وندوزو باش نقاسموا المكونات البسيطه ديال هاد الكيكه هذه. غادي نحتاجوا لها كيف كتشوفوا معايا بيضه واحده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر سنيده، عندنا خماره وساشيه ديال الفاني، وعندنا هنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو والمر. ناخذوا واحد البول البنات اللي غادي نخدموا فيه هاد الكيكه هذه. غنوضعوا فيه قبيصه الملحه بيضه وغادي نطربوها مع السكر سنيده، ونضيفوا من بعد سكر الفانيلا. صافي البنات، هنا طربوها غير بالطراب يدوي هكا، حركوها مزيان مزيان هذيك البيضه مع السكر حتى كيندمجوا. من بعد غتضيفوا سكر الفانيلا للتنسيم. ساهله ماهله هاد الكيكه البنات، بسرعه توجد وكتجي النتيجه ديالها هائله زوينه بدون مجهود، وحتى المكونات ديالها بسيطه. صافي غادي تطربوا المكونات جيدا حتى كينسجموا كيف كتشوفوا معايا وكيتغير اللون ديال الخليط. من بعد غتضيفوا نص كاس ديال الزيت. فالمقادير ديالها مضبوطين والنتيجه ديالها كتجي زوينه بزاف صراحه. اللي ذاقها ما يقولش انها طيبه فقط في المقلاة، يعني ماشي في الفرن. كتجيو فيها واحد الخفه وواحد الهشاشه، يا سلام. من بعد عفوا ما دخلت الكميه ديال الزيت غنضيف الحليب على دفعات، يعني الدفعه الاولى نخلطوه جيدا ومن بعد نكملوا البقيه ديال الحليب. كيف شفتوا معايا المكونات كلها مضبوطين. بالنسبه للكاس اللي غتعبروا به الحليب هو نفسه عبروا به السكر والزيت، يعني عندنا نص كاس من كل حاجه. من بعد غنضيفوا 2 معالق كبار من الكاكاو والمر نوعيه جيده، ولا ديروا 2 ساشيات الا كان عندكم ديال الساشي. صافي حركوها مزيان، يعني 2 ساشيات باش كتعطيو هذيك المذاق ديال الكاكاو، كيجي قوي وكيجي لذيذ صراحه. صافي غنحاولوا هكذا ندخلوا داك الكاكاو، وبطبيعه الحال غنبداو نضيفوا في الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات غنعبر معكم، شوفوا معايا هذا هو الكاس الاول، غادي نغربل النصف ديالو، يعني باش يكونوا المقادير مضبوطين. يعني علاش قلت لكم ضبطوا السوائل باش عبرتهم، هو نفس الكاس غتعبروا به الدقيق. صافي غادي تخلطوه هكذا جيدا. غنضيفوا النصف الثاني ديال الدقيق. الخليط خاص يكون القوام ديالو ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. هنا كملت الكاس الاول، غندمجو مع الخليط وغنشوف القوام ديال الكيك ديالي واش غادي يخصو مازال دقيق ولا لا. هنا البنات الخليط مازال خفيف كيف كتشوفوا معايا، كيكون مازال سايح هكا، ما خاصوش يكون بهذا القوام. غنضيف نصف كاس من الدقيق ونضيف معاه خماره من وزن 8 غرام. هنا البنات غربلت نص كاس ديال الدقيق اللي ضفت، وغنضيف كذلك الخميره. غادي ندوزها هكذا في الغربال، نتفادى انه يكونوا فيها دوك الحبيبات. صافي غادي نخلط الخليط ديالي، وهذا هو القوام المناسب اللي خاص يكون عليه خليط ديال هاد الكيكه هذه. صافي هذا هو القوام كيف كتشوفوا معايا. وكاضافه اخيره باش تعطيكم الخفه والفشفشه ديال الكيك، غتضيفوا معلقه كبيره ديال الخل. صافي خلطوه هكذا، حيدوا الخلاط اليدوي وجيبوا المقيله ديالكم. شوفوا القوام البنات، هنا نوريكم القوام ديال الكيك كيفاش خصو يكون. هذا هو القوام ديالنا. نجيبوا المقيله اللي تكون ما كتلصقش وغندهنوها بشويه ديال الزبده، وغترشوها يا اما بالدقيق يا اما بالكاكاو. انا هنا رشيت شويه ديال الكاكاو هكذا باش كيجي المذاق زوين، وكذلك كتجي داك اللون ديال الشوكولا كيجي باين. صافي دهنوها هكذا من الجوانب. بغيتوها تكون هكا عاليه شويه، بالنسبه للقياس ديال المقله ديالي عندي فيها 20 سنتيم. بغيتوها تجي شويه رقيقه غتاخذوا 23 ولا 22، يعني شي حاجه اللي كبر من 20، شي رقم كبر من 20. صافي من بعد هنا ضفت الكاكاو، غندوزو على الجوانب ديال المقله ديالي، وغنزل الخليط ديال الكيك
اللي كيجي هائل. كتجي لذيذه بزاف هاد الكيكه، وكيف قلت لكم سريعه، كيكه المقلاة ساهله ماهله بدون عذاب. كتجي مكوناتها بسيطه والقوام ديالها كيجي غزال. غتحطوها فوق البوطه، النار تكون مهيله البنات، تكون شميعه كيف كتشوفوا معايا. ودرت هذاك العازل ديال الطاجين درتو بينه وبين المقله باش كطيب، وكنغطيها بواحد الطبسيل. واحد الاضافه البنات، من الاحسن ديروا شي طبسيل او غطاء اللي يكون بعيد شويه على الكيكه. بالنسبه لي انا الطبسيل كان شويه قريب كيف كتشوفوا معايا، لتصق لي الوجه ديالها شويه هنايا في الطبسيل. صافي كتعريوها ملي كتحسي واحد 15 دقيقه كتحيدوا الطبسيل وكتقلبوها. ما تخافوش هذه راه ما يعني ما تخافوش عليها تنزل ولا شي حاجه، كتقلبوها بشي عود خشبي حتى كتبان لكم نشفات. هنا من بعد ما بردات شويه قلبتها كيف كتشوفوا معايا، كتبان لكم هكذا كلها مجعبه خفيفه يا بنات. هنا درت بيرلي وضفت عليه ساشي ديال الفانيلا، طربتهم مزيان وهكذا سرحتهم على الوجه ديال الكيكه كتزيين. يبقى لكم الاختيار، تقدروا تزينوا بالمربى ولا بكريمه الشوكولاته، وكل واحد يزين حسب الرغبه ديالو، حسب داكشي اللي متوفر عنده في المنزل. صافي غنحاول ندوز هاد الكريمه هادي على الوجه ديال الكيكه ديالنا. صدقوني البنات راه كتجي بنينه وكتجي خفيفه هشيشه معلكه صراحه، واللي ذاقها اكيد غادي تعجبو، خصوصا الوليدات كتعجبو هكذا الكيكه ديال الشوكولا، خصوصا انها مزينه بهاد الكريمه ديال اللي صاوبت هكذا من بيرلي وساشي ديال الفانيلا وطربتهم جيدا. وخديت هنا الشوكه او فرشيطه وزينت هكذا بخطوط بحال لي زيكزاك، وخديت شويه ديال لي زاموند ايفيلي او اللوز ايفيلي حمرتهم وغنزين بهم الوجه ديال هاد الكيكه هادي. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكيكه. من بعد ما كتزينوها كتدخلوها للثلاجه حتى تبرد وقدموها بالصحه والراحه. كتجي النتيجه هماويه كيف العاده، شعارنا من القليل نوجدوا الكثير، شي حاجه اللي هماويه راقيه في المنظر وتكون طبيعه الحال لذيذه. شوفوا معايا البنات الخفه والطراوه ديال هاد الكيكه ملي غادي نقطعها، راه الموس كيدوز فيها بسهوله، يعني كتجي فتيه بزاف. شوفوا معايا البنات كتجي اسفنجيه خفيفه ساهله ماهله اقتصاديه ولذيذه. نتمنىكم تجربوها البنات، واللي اول مره كيزور القناه وعجبو المحتوى مرحبا به يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق المحفزه اللي كتشجعني وتدعمني دائما على تقديم المزيد. شوفوا معايا البنات الخفه والطراوه ديال هاد الكيكه وكيفاش كتجي كلها مفشفشه، كتجي خفيفه اسفنجيه. نتمنىكم تجربوها. ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. وكذلك ما تنساوش ليا اللايكات، قد ما طلعوا اللايكات كنعرف انا الوصفه عجباتكم، وهكذا كتشجعوني على تقديم وصفات جديده. هذا اقتراحي لكم في هذا الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه والى فيديو جديد ان شاء الله.